نكمل تمشيتنا في مصر الجديدة والفيلا بتاعت مصر الجديدة. في بعضها اللي اتهد وهيتبني عماير وأبراج، أو ما أعتقدش أبراج في ظل القانون الجديد، وفي بعضها من أيام الستينات والسبعينات، وفي حاجات مجددة وفي حاجات جميلة زي الحاجات دي مثلا. بحب الشارع ده أوي ما بين خليفة المأمون وما بين سراي القبة. شارع رائع جدا. في شارع تاني جميل أوي أوي ما بين هارون والمنطقة المحيطة بتاعته. يعني أرجو إن إحنا وإحنا ماشيين كده نشوف جمال العمارة. شوف جمال العمارة الجميلة، الفلل، الحياة الحلوة. كده نخش على برضه هنا اهو. كده وصلنا على أول ابن سندر، جايبينها ماشي من خليفة المأمون. ربنا يشفي كل مريض يا رب. شوارع كبيرة، شوارع واسعة، مناطق جميلة جدا، مساحات حلوة وتقسيمات جميلة، وترى الشمس طول الليل والنهار. شوف حتى بالليل في شمس، طبعا مجازا يعني، ولكن أحلى تقسيم. ده بعتبره من أجمل المناطق بتاعت القاهرة القديمة الجميلة العريقة. طبعا الحاجات الحديثة التجمعات والحاجات دي، ولكن هنا بقى العبق بقى. هنا أنظف حاجة ممكن تشتريها، أكل وشرب ولبس. هنا في عبق، هنا في روكسي حيدر، هنا في شغل حلو قوي يا جماعة والله. دي جنينة ابن سندر كده داخلين. ده الفيصل بقى ما بين حي مصر الجديدة وحي الزيتون. الناحية التانية الزيتون، الناحية دي مصر الجديدة. هنا البطاقة وهنا بطاقة تانية، هنا فلوس وهنا فلوس تانية، وهكذا. نعدي بقى الطريق، نعدي كده الطريق وربنا يسترها، ونركب بقى المنطقة بتاعتنا. جمارك جديدة وشغل جديد وتطوير في كل حتة وكافيهات، ومصر جديدة. مصر أحلى من دبي يعني، هوملاند. عايزين نعدي يا باشا، بس دبي بقى فيها إشارات مرور بقى، وفيها يعني واحدة 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 واحدة. بنبني بلدنا برضه يا جماعة. راح يا مصر وبروح على صورتك أخدها قدام الناس. أركب أنا بقى من تحت الكوبري، أي حاجة توديني وسط البلد، ونكمل جولاتنا. معلش أنا بنشر الفيديوهات بصورة متفرقة عشان ما تملش مني، يعني في منطقة وبعد كده بقلب تاني منطقة تانية. تمام، بنقلكوا أحسن حاجة. ده كده حي الزيتون، ده كده حمامات القبة وجزء من حدائق القبة، ودي كده مصر الجديدة والخليفة المأمون. هنا طبعا كوبري القبة ومسجد جمال عبد الناصر الله يرحمه، المدفون فيه ضريح الرئيس جمال عبد الناصر الله يرحمه ويرحم أمتنا جميعا. كان صديق أبو جمال عبد الناصر، كان صديق شخصي ورئيس جدي في العمل، وأنا بفتخر بذلك، وربنا يصلح حالنا جميعا.